عارفين ان الوقت بقى اغلى حاجة دلوقتي، وساعات بنبقى عايزين نقرا كتب كتير بس الوقت مش مساعدنا او مش عارفين نبدأ منين. هنا بقى بيجي دور فكرة وكتاب. بنقدم اهم الافكار من كل كتاب، بنلخصها ونشرحها بطريقة سهلة ومباشرة، وكأنك قريته كله. هتلاقي افكار ملهمة في مجالات كتير. شعارنا فكرة تنبثق من خلال كتاب. عقلية المليونير للمؤلف هارفي إيكر يعتبر من أشهر الكتب في مجال تطوير الذات والنجاح المالي. بيستعرض الكاتب الأفكار والعادات العقلية اللي بتساعد الأشخاص على تحقيق الثراء والحرية المالية. هارفي إيكر في كتابه عقلية المليونير بيأكد إن الغني والفقير مش بس فلوس، دي كمان طريقة تفكير. بيقول إن الأغنياء بيشوفوا الفرص حتى في المشاكل، بينما الفقراء بيشوفوا العقبات بس. كمان الأغنياء دايما بيركزوا على التعلم وتطوير نفسهم، لكن الفقراء بيقفوا عند اللي يعرفوه. النجاح بالنسبة للأغنياء مزيج من شغل العدمية وتخطيط ذكي لإدارة المال. علشان كده لو عاوز تكون غني، ابدأ بتغيير طريقة تفكيرك الأول. تفكيرك هو اللي بيحدد نجاحك المالي، مش حظك ولا ظروفك. لو عقليتك مش متوافقة مع الغنى، حتى لو كسبت فلوس كتير مش هتعرف تحافظ عليها. الأغنياء مؤمنين إن نجاحهم مسؤوليتهم بالكامل، ودايما بيدوروا على التعلم والتطوير لأن عقلهم هو أكبر ثروة ليهم. الأغنياء دايما بيخططوا بحكمة وبيستثمروا علشان الفلوس تكبر بدل ما يصرفوها كلها. النجاح بالنسبة لهم مش صدفة، عندهم قناعة ان العطاء بيزود البركة ويجذب الرزق. لو عايز تحقق النجاح المالي، ابدأ بتغيير طريقة تفكيرك عن المال وعود نفسك على عقلية الأغنياء. المعتقدات المالية هي اللي بتشكل طريقة تعاملك مع الفلوس، سواء في كسبها أو إدارتها أو الحفاظ عليها. عقلية المليونير مقابل عقلية الفقير. عقلية المليونير في الكتاب بيأكد إن المال مش حاجة محدودة زي ما ناس كتير فاكرة. هو مش حتة كيك كل واحد ياخد منها جزء وخلاص. كل ما قدرت تقدم قيمة حقيقية أكتر لحياة الناس، كل ما قدرت تكسب أكتر. يعني بدل ما تفكر إن الفلوس قليلة ومش مكفية، فكر إزاي تطور من نفسك ومن اللي بتقدمه. عقلية الفقير بتتعامل مع المال على إنه حاجة محدودة وصعب تحقيقها. ده بيخليه دايما يحس إن الفرص قليلة والدنيا مش في صالحه. كمان عنده رعب من الفشل، فبيبعد عن أي فرصة فيها تحدي أو مغامرة، وبالتالي بيضيع عليه فرص النجاح لأنه مش مستعد ياخد أول الخطوة. في كتاب عقلية المليونير مفهوم الوفرة معناه إن الفلوس والفرص موجودة بزيادة في الدنيا لكل الناس. عقلية الوفرة بتخليك مؤمن إن النجاح متاح ليك ولغيرك، ومفيش حد بياخد من نصيبك لو نجح. على العكس لما تركز على الوفرة بتقدر تشوف الفرص بسهولة، تتصرف بثقة. الأغنياء بيعيشوا عقلية الوفرة، عشان كده بيعرفوا يستثمروا ويغامروا ويدوا للناس من غير ما يحسوا إنهم بيقللوا من نفسهم. الندرة في كتاب عقلية المليونير معناها إنك بتشوف المال والفرص كأنهم شيء نادر ومحدود. المشكلة مع عقلية الندرة إن صاحبها بيعيش في حالة من القلق المستمر وبيخاف من الخسارة والفشل، وده بيمنعه من التقدم. بعكس عقلية الوفرة اللي بتخلي الناس دايما مؤمنين إن الفرص والمال موجودين لكل الناس. المال بيعتبر أداة مش هدف بحد ذاته. المال هو وسيلة تقدر تستخدمها علشان تحقق أهدافك وتعيش الحياة اللي انت عايزها. مش المفروض تكون فلوسك هي هدفك الرئيسي، لكن الهدف هو القيم اللي بتقدمها للعالم والفرص اللي بتخلقها ليك. قوانين النجاح المالي زي ما بيقول كتاب عقلية المليونير بتعتمد على مجموعة من المبادئ اللي بتساعدك تبني حياة مالية مستقرة وناجحة. المسؤولية. النجاح المالي بيبدأ من مسؤوليتك عن حياتك المالية، مش حظ أو مساعدة من حد. لما تاخد المسؤولية الكاملة عن فلوسك بتتحكم في مصيرك المالي. في عقلية الوفرة الفرص تكون دايما قدامك والفلوس متاحة ليك عشان تستثمرها وتكسب منها. من قوانين النجاح المالي الاستثمار. الناس الأغنياء دايما بيستثمروا فلوسهم علشان تنمو وتكبر، مش بس بيحطوها في حساب توفير ثابت. الفلوس لازم تشتغل علشان تكبر مع الوقت. الإيجابية في التفكير. الناس الناجحة دايما بتفكر بإيجابية وبشجاعة قدام كل تحدي. بياخدوا قرارات استثمارية ودخل استثماري من مبدأ التفاؤل والإيمان بالفرص المتاحة. شكرا لكم على متابعتكم لقناتنا. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان الكل يستفيد، وسبسكرايب علشان تتابعوا كل جديد مننا. شكرا لدعمكم المستمر. نرجع مرة تانية لكتاب عقلية المليونير للمؤلف هارفي إيكر. التغيير في المعتقدات مهم جدا عشان تقدر تغير حياتك المالية. لو عندك معتقدات زي الفلوس مش مهمة أو الأغنياء هم سبب معاناتنا، لازم تغيرهم علشان تقدر تنجح. الفلوس مش مهمة. الناس اللي عندهم المعتقد ده بيشوفوا المال زي حاجة مش ضرورية، لكن الحقيقة ان المال مش هدف بحد ذاته. الأغنياء غالبا بيحققوا نجاحهم عن طريق الابتكار والشغل الجاد. هم بيوفروا فرص عمل وبيحركوا الاقتصاد. في كتاب عقلية المليونير في معتقدات أساسية لازم نتبناها.
المال أداة للخير. الفلوس مش بس حاجة لتمويل حياتك الخاصة، لكن هي أداة ممكن تستخدمها في عمل الخير ومساعدة الناس. كتير من الناس عندهم فكرة انهم مش مستحقين للغنى او انهم مش هيوصلوا ليه، لكن لو غيرت فكرتك وقلت لنفسك انا استحق الثراء، هتفتح لنفسك ابواب الفرص. إدارة المال بحكمة من أهم المبادئ اللي بيشرحها كتاب عقلية المليونير. الموضوع مش مجرد تكسب فلوس، لكن إزاي تديرها وتخليها تنمو معاك. إدارة الأموال دايما لازم تعرف وين بتروح فلوسك وبتديرها بذكاء. لازم تحط ميزانية واضحة وتقسم دخلك بين الاحتياجات اليومية والتوفير والاستثمار. أهمية الاستثمار الذكي في كتاب عقلية المليونير بتعتمد على فكرة إن المال اللي بتجمعه لازم يكون له دور في تحقيق دخل مستمر ومزدهر. الاستثمار الذكي هو وسيلة لبناء ثروة مستدامة، وبيعتمد على الفهم الجيد للمخاطر واختيار الفرص المناسبة اللي بتخليك تاخد عوائد كبيرة مع تقليل المخاطر. الاستثمار في الذات هو الأداة القوية لتحقيق النجاح المالي والشخصي. التطوير المستمر، استثمارك في تعلم مهارات جديدة وتحسين قدراتك بيعزز فرصك في النجاح. تحقيق التميز والابتكار، لما تستثمر في تعليمك ومعرفتك وخبرتك هتقدر تميز نفسك عن غيرك. تعزيز الثقة بالنفس، التعلم والتحسين المستمر بيعزز ثقتك في نفسك. التعامل مع المخاطر من المبادئ المهمة في كتاب عقلية المليونير، لأن النجاح المالي غالبا بيتطلب اتخاذ قرارات جريئة. التقييم الذكي للمخاطر، أول خطوة هي إنك تقيم المخاطر بشكل واقعي. يعني قبل ما تاخد أي قرار مالي أو استثماري لازم تفهم كل جوانب المخاطر المرتبطة بالقرار. العمل بذكاء وليس بجهد مضاعف، يعني مش لازم تشتغل ساعات طويلة وتتوتر عشان تكسب فلوس. الفكرة هي انك تركز في الشغل الصح وتستخدم وقتك وكفاءتك بالشكل الافضل. يعني بدل ما تشتغل في شغل تاني ليل نهار علشان تجيب دخل، شوف ازاي تقدر تستخدم مهاراتك وتطور افكارك علشان تبني مصادر دخل تانية. التوازن بين الحياة الشخصية والمالية هو مفتاح للراحة النفسية والنجاح في كتاب عقلية المليونير. الفكرة مش انك تشتغل طول الوقت وتكسب فلوس على حساب حياتك الخاصة، ولا انك تعيش حياة هادية من غير ما تهتم بالمستقبل المالي. لازم تلاقي توازن بين الاتنين. لازم توازن بين الشغل والاستثمار في نفسك وتحقيق اهدافك الشخصية مع العناية بصحتك وعلاقاتك الاجتماعية. في النهاية لو ركزت على بناء حياة مالية مستدامة ومستقبل افضل، هتلاقي نفسك تستمتع بحياتك بشكل متوازن. أصدقائي الأعزاء، انتهينا من ملخص كتاب اليوم. تفاعلكم معنا هو اللي بيقدر يخلينا ان احنا نكمل من خلال لايك، شير، سبسكرايب. نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. من خلال تعليقاتكم نقدر نختار كتاب من الكتابين اللي موجودين قدامكم. الكتاب الأول كيف تحقق النجاح، الكتاب الثاني أيقظ العملاق بداخلك. شكرا على متابعتكم. لو في أي اقتراحات أو أفكار جديدة تقدروا تساعدونا بيها، نتمنى ان احنا نلاقيها في تعليقاتكم.